محاولة في الدقائق الأخيرة الآن، آخر دقيقة. علاء محسن يحاول ضغط من آكو. هنا برونو أوليفيرا البرازيلي، ماذا تفعل؟ مصطفى علي، الدخول الثاني، مصطفى علي وبدلاء لؤي صلاح، وقتلوا المباراة، قتلوا المباراة. من حقك أن تحتفل، من حقك أن تفرح، فببدلائك قتلت المباراة، فببدلائك تأهلت إلى المباراة النهائية بعد أحمد محمود. صعقة ثانية يتلقاها أبناء الخابور من مصطفى علي، والبديل بالرقم 10 يسجل الهدف الثاني الآن لمصلحة الكهرباء. والاحتفالات في استاد النجف، سيذهبون إلى استاد الشعب، وهذا الجمهور الذي عاد خائبا، الذي عاد خاسرا. على كرة القدم ماذا فعلت؟ وبالتالي آخر اللحظات، لاحظ الخطأ من هنا، برونو أوليفيرا تلكأ في التغطية وهو إلى الآن يناظر، إلى الآن واقف. مرور من جانب آكو، والكرة في نفس المكان، في نفس المكان وعلى اليسار، ولكن من اسم آخر، والأهداف أتت متتالية. وبالتالي الكرة الآن في جعبة الكهرباء، والكهرباء نحو مباراة الختام. مصطفى علي حسمها، أنهاها بهدفين مقابل لا شيء. الآن مشاهدينا الكرام، الكهرباء يتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العراق في انتظار الفائز من مباراة أربيل والكرخ هنالك في ملعب الشعب. مبروك لفريق الكهرباء، هارد لك لفريق زاخو، قدمتم مباراة كبيرة. نأمل أن تكونوا في مستويات أجمل، ولا نأمل أن نرى هكذا مشاهدات وهكذا تدخلات على حكم المباراة، لأن المباراة أدارها بالشكل صحيح السيد واثق محمد. لربما تجد بعض الأخطاء في بعض المباريات، لكن على أمل أن نشاهد مباريات قادمة أجمل. أترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.